السلام عليكم. اليوم راح نسوي كيكة اليابانية زين. راح يكون معنا 3 علب فلانينيا، عندنا 3 حبات بيض، عندنا كوب واحد كريمة الخفق، وعندنا سكر 6 ذرة سكر على حسب رقم ما تبغى، عندنا ملعقتين كبار اسبوع. أول شي راح نخلي هذا، الحين راح أضيف عليه السكر السيشيان هنا واخلطهم مع بعض. بعد ما خلينا السكر اخلطهم ذيلا كلهم مع بعض، اخلطهم هذا وياكم. بعد ما خلطناهم مع بعض تجيني مع السكر. الحين نخلي بيضة بالتدريج، وحدة مع وحدة، بعدين نخلي الثانية. أول شي راح أخلط هذيل، بعدين أخلي بالتدريج بيضة ورا بيضة. لما أخلي هذا البيض كامل هنا أخلي البيضة الثانية الثالثة. بعد ما أخلط البيضة الأولى نخلي البيضة الثانية أخلطهم مع بعض، بعدين عاد أخلي البيضة الثالثة، والحين نخليها على البيضة الثالثة آخر شي نخلطهم مع بعض. بعد ما خلصنا من هذا الخليط الحين راح نخلي كوب واحد كريمة الخفق، نخلي عليه ملعقتين اسباول، من الملعقة الأولى في ملعقتين ومن الملعقة الثانية نخلطهم مع بعض. بعد ما خلطناهم مع بعض الحين نخليه وين مع الخليط الأول اللي سويناه، نخليه هنا. بعد ما خلينا الخليط الثاني نخلطهم مع بعض، عندي ترى الفرن حامي خلاص من تحت. شوفي اللي اخلطها هذا مرة كاملة لين ما تختفي حتى الكريمة اللي سويناها. نخلط مع الاسبوع كامل الخلط مع الخليط الأولي. كيف صار عندنا الخليط كيف ما شاء الله. عندي هذا القالب اللي نخلي عليه الخليط، الحين راح ادخله الفرن 45 دقيقة بس من تحت، 45 دقيقة من تحت. بعد ما تكمل 45 دقيقة من تحت بعدين راح احمرها من فوق. ما شاء الله بعد ما كملت عندنا 45 دقيقة، الحين راح اخليها تتحمر من فوق، وبعدها راح اخليها في الثلاجة من نص ساعة ساعتين 3 ساعات اخليها في الثلاجة هي تتماسك مرة صح. الحين بعد ساعات اخليها تحمر من فوق، بعدها عاد ادخل الثلاجة من 3 ساعات 4 ساعات حتى لو يوم كامل معك ما مشكلة. شوف ما شاء الله كيف ده مرة خفيفة. لازم الحين نخليها في الثلاجة عشان تتماسك أكثر، ساعتين 3 ساعات أخليها في الثلاجة. هذه ما شاء الله بعد ما طلعناها من الثلاجة بصراحة طعم كل شوي. وهذا قسمنا طعمها، يسوى عليها كاكاو، يربوها علينا عليكم بالعافية. كيف ما شاء الله الطعم نفس العادية. نضيف عليها الكاكاو. يا ويل حالي ويلها، والله ان الكيكة ما فيها رمان. ما شاء الله يربوا علينا عليكم بالعافية.